السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديوهات اللي فاتت عرضنا لحضراتكم مواضيع مختلفة من غرف مختلفة، سواء من الأمراض زي ما قلنا في حلقة الطاعون، أو عن الغموض والقصص الحقيقية زي ما عملنا في حلقة القرصان أوليفر ليفاسور، أو عن الحياة الحديثة زي ما قلنا في فيديو اختيار شريك الحياة. بس الحقيقة أنا وكل الباحثين اللي معايا في أسرة القناة كنا حابين إننا ننزل معاكم للقبو الخاص بالقصر بتاعنا، واللي فيه هنلاقي مكتبة جميلة جدا 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 ومليانة بكتب عن التاريخ، واللي هو من أهم أمور الحياة الحديثة، واللي بسبب إهمالنا ليه للأسف ضاعت كتير من الأمور اللي بنقول يا ريتها ما كانت حصلت، بسبب إننا مش عارفين المخططات والحاجات اللي حصلت في العصور القديمة والاتفاقيات السرية اللي أساسها كان هو تدمير العالم. والنهاردة جايين نسلط الضوء على أول كتاب لينا النهاردة، واللي مكتوب عليه جملة واحدة بس: أول متطرفي العالم حشاشين حسن الصباح. اول ما هيجي قدامك كلمة الحشاشين طبيعي هيجي في بالك المسلسل الجديد بتاع كريم عبد العزيز اللي اعلنوا عنه في الفترة الاخيرة انه هيكون في موسم رمضان القادم. والحقيقة انا من اول ما سمعت عن المسلسل ده خفت يداروا الحقيقة ورا الناس قبيحة السيرة دي ويطلعوهم ابطال زي ما طلعوا الشطار في فيلم الكنز ابطال، رغم ان هم كانوا مجرد لصوص. وده اللي خلاني اعرض على تيم القناة بتاعنا اننا نعمل حلقة مخصوص عن الموضوع ده، عشان بس نوضح الحقيقة للناس عشان محدش يضحك عليهم. تعالوا بينا بقى نشوف فهرس الكتاب بتاعنا متكون من ايه. وقبل ما نكمل حابين نعرفكم اننا في الحلقات اللي هنتكلم فيها عن التاريخ مش هتكون حكايتنا عبارة عن غرفة وهنديك مفاتيحها، هيكون عبارة عن كتاب هنتكلم عن فصوله. يعني مثلا كتاب الحشاشين منقسم عندنا من الداخل لثمان فصول أساسية. أولا نشأة الحركة، واللي فيها هنجيب الحكاية من أولها حتى قبل ميلاد الحسن بن الصباح مؤسس الحشاشين عشان نعرف إيه هي أسباب ظهور الحركة دي. وثانيا هنجيب نشأة حسن الصباح وعلاقته بالأحداث السابقة لظهور الحركة. وثالثا إزاي بدأ الناس يلتفوا حوالين الحسن بن الصباح وإيه أصلا اللي خلاهم يحبوه. ورابعا هنتكلم عن قلعة ألموت وبداية الاغتيال، واللي فيها هنعرف ايه هي سياسة الحشاشين اللي بيها قدروا يخوفوا الناس منهم سنين طويلة، واللي فيها قتلوا ناس أبرياء علشان يقدروا يكملوا. وده طبعا إن دل يدل على ان الناس دي ما عندهمش اي معلم من معالم لا الدين ولا الرجولة ولا الأخلاق. وخامسا هنتكلم عن تجنيد الأتباع الجدد، واللي فيها هنقول ازاي بالسياسة دي قدروا ان هم يقنعوا الناس انهم يدخلوا فيها رغم فكرهم البشع ده. وفيها برضه هنقارن الحشاشين كمتطرفين قدامى والتكفيريين المعاصرين اللي هم متطرفي العصر. وسادسا هنتكلم عن أصل كلمة الحشاشين، واللي فيها هتشوف مدى فجر وكفر حسن بن الصباح ده، وهتعرف حرفيا ان الراجل ده كان أشبه بفرعون موسى. وكمان هنشوف ازاي الكلمة دي انتقلت للغرب وبقى مقرون اسم الحشاشين بالقتل والاغتيال. وسابعا بقى هنتكلم عن فتح مخططاتهم وانقسام الحشاشين لفئتين مختلفتين والعمليات اللي قاموا بيها بشكل متنوع. وما تستغربش من كلمة متنوع لانك حرفيا هتعرف ان الناس دي كانوا عاملين زي البالونة اللي بتطير في اي حتة، مش فارق لهم لا مبدأ ولا فكرة ولا اي حاجة خالص. وثامنا بقى هنتكلم عن نهايتهم في الشام ونهايتهم في ايران. وما تستغربش لان الحكايتين مختلفتين تماما، واللي قضى عليهم هنا مش هو اللي قضى عليهم هنا. تعالى بينا بقى نشوف ايه حكاية الحشاشين دول عشان نعرف ازاي الامريكان زوروا حقيقتهم وحكايتهم في لعبة وفيلم اساسن كريد، وان الحكاية لا كان فيها كرة طاقة ولا واحد بيدور على امتلاك طاقة الكون ولا الكلام الفارغ ده كله. وده اللي هنشوفه بالتفصيل في اول فصل معانا النهاردة، وهو نشأة الحركة. الحقيقة إن ميلاد الحشاشين عشان نفهمه صح لازم نرجع بالزمن حتى قبل ميلاد قائدهم ومؤسسهم الحسن بن الصباح بفترة زمنية محترمة جدا، هي وقت وفاة آخر الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واللي بعد انتقاله للرفيق الأعلى التف مؤيدينه حول نجله الحسن بن علي بن أبي طالب، واللي تم تعيينه خليفة للمسلمين بعد والده مباشرة. واللي بعدها بفترة بعد وفاة الحسن التف المؤيدين حوالين أخوه الحسين بن علي، واللي بعد وفاة الحسين في موقعة كربلاء بدأت إن احترام آل البيت وتأييدهم ياخد طابع ديني أكتر من إنه طابع سياسي كحاكم ومحكوم بمعنى أصح، واللي منه طلع مذهب جديد اسمه المذهب الشيعي، واللي كانوا معتقدين في انتقال الإمامة والخلافة من الحسين لابنه علي زين العابدين، ومن علي لابنه محمد الباقر، ومن الباقر لابنه جعفر الصادق. واللي بعد ما توفى الصادق سنة 765 ميلادية هنا كان أول خلاف بين الشيعة الحقيقي في انتقال الإمامة بين أبنائه الاتنين موسى الكاظم وابنه الكبير إسماعيل.
واللي كسب بالتفاف الناس حواليه هو موسى الكاظم. ولكن كان في ناس بتحب إسماعيل ده جدا وفضلوا ملتفين حوله حتى بعد تولي أخوه موسى الحكم، ومنه طلع مذهب اسمه المذهب الشيعي الإسماعيلي، واللي هو بالمناسبة المذهب الرئيسي للدولة الفاطمية. وفضل الحال كده لحد سنة 1074 ميلادية بعد وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، وقت ما الوزير الأفضل ابن بدر الجمالي تدخل في نظام انتقال الخلافة وأزاح الوريث الشرعي للحكم اللي هو نزار أكبر أبناء المستنصر بالله، وعين مكانه أحمد أخوه الصغير، واللي بعدها لقب بالمستعلي بالله الفاطمي. طب ثواني كده، ليه بقى كل ده يعني الوزير عمل كل ده ليه؟ وإيه علاقة كل ده بالحشاشين أصلا؟ الوزير عمل كده لأسباب كتيرة، أهمها هو سوء علاقته بنزار، واللي كان رجل ناضج العقل وناضج القلب، استحالة يقبل بأي حاجة غلط جوه دولته، عكس أحمد واللي كان شاب أهوج طائش العقل وسهل السيطرة عليه. أما بقى إيه علاقة الكلام ده بالحشاشين؟ فالإجابة في اللي هنقوله دلوقتي. بعد ما تم استبعاد نزار من الحكم، توجه للإسكندرية وبدأ يجمع المؤيدين ليه والوطنيين اللي بيحبوا الدولة بجد عشان يقف ضد الوزير الأفضل. وما كانش في نيته على فكرة إنه يأذي أخوه، هو عارف إن أخوه ده شاب عبيط اتغر بالسلطة وقوتها والجاه والفلوس والحاجات الكتيرة الجميلة دي. بعد ما صاحبنا الوزير عرف، حصره وقتله في المدينة، واللي كان بيتابع كل ده من بعيد لبعيد عشان يعرف يستغل الموقف ده لنفسه هو صاحبنا الحسن بن الصباح، واللي هنعرف حكايته بالتفصيل في الفصل الجاي. سنة 1052 ميلادية اتولد الحسن بن الصباح في بلاد فارس من عيلة شيعية المذهب بتتبع المذهب الشيعي الاثنى عشري. هاجروا من اليمن اللي كانت معقلهم وموطنهم لسنين طويلة لبلاد فارس، وهناك اتولد مؤسس حركة الحشاشين الحسن بن الصباح، واللي تلقى تعليمه بشكل مكثف وأظهر نبوغ أدى لتعيينه في دواوين الوزارات، وتحديدا في عهد السلطانين قلب أرسلان وملك شاه، واللي أثناء عمله اتعرف على بعض الدعاة من المذهب الإسماعيلي اللي احنا لسه متكلمين عنه دلوقتي، وبالفعل اعتنق المذهب ده وبدأ يدعو ليه. وزي ما قلنا إن وقتها كانت الدولة ضد أي حد يتكلم عن إسماعيل ده، وإن الكل كان بيحب موسى القاظم. ولما انكشف الدعوة بتاعته هرب لمصر وهو عنده 20 سنة بس، واللي كانت معقل الدولة الفاطمية اللي لسه قايلين حالا إن كلها كانت على المذهب الإسماعيلي، واللي عاش يدرس ويتدرب فيها لمدة 9 سنين كاملة. وهنا بقى هنعمل قفزة بالزمن للي لسه متكلمين عنه من شوية، وهو الوزير الأفضل اللي ما كانش مرتاح للحسن بن الصباح أصلا ولا كان حابه من الأساس، لأن الوزير الأفضل كان شايف الحسن بن الصباح على حقيقته، لأن زي ما بيقولك كده اللي شبه بعض بيعرفوا بعض. كان شايف إن الحسن ده خبيث وذكي وممكن يشكل خطر عليه، خصوصا ان هو الوحيد اللي عارف ان الوزير ده افاق ومنافق وبيستغل الدعوة دي لمصلحته، زيه زي الحسن بالظبط، الاتنين نسخة طبق الاصل من بعض. وعليه الوزير امر بنفي الحسن من مصر تماما، واتجه الحسن وقتها للشام، ومنها طلع على بلاد فارس مرة تانية، وقرر انه المرة دي هيكون من دعاة الدولة الفاطمية في الشام وبلاد فارس. وهناك حصل موقف أكد نظرية الوزير إنها كانت صح فعلا، وهو وقت ما عرف الحسن اللي حصل للزار، وقرر إنه يستغل الموقف ده لصالحه، زيه زي أي حد من الناس بتوع الترند اللي بيستغل آلام الناس وأوجاعها عشان يعمل عليها موضوع ساخر يجذب الناس. وساخر هنا مش معناه إنه مضحك، لأ، هو معناه إنه بيسخر من آلام الناس بالطريقة اللي هو شايف إنها هتاكل مع الناس العادية وتجيب فلوس ليه. ما علينا، مجرد ناس أفاقين واخدين نهج واحد أفاق ومنافق، وربنا يخلصنا منهم كلهم إن شاء الله. نرجع بقى لموضوعنا، تعالى بقى أقولك هو عمل إيه بالتفصيل عشان يلم الناس حواليه. زي ما قلنا إن الحسن قرر إنه يستغل اللي حصل ده لصالحه، وعليه بدأ يلم ناس ويقنعهم إن هم بيحبوا نزار وإن هم مؤيدين ليه، وإن هدفهم هو حماية الدولة وتسليم الولاية للشخص المناسب، وسموا نفسهم بالنزارية نسبة لنزار طبعا قتل غدر بسبب إنه كان راجل مدافع حقيقي عن الدولة. وهنا بقى كانت أول حاجة من الذنوب الكبيرة اللي بدأ الحسن يعملها، وهو إنه قال إن ربنا سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه بعد نزار إنه يكون الوالي في الأرض، وإن طاعته من طاعة الله، واللي مش هيؤمن بيه هيكون كافر بالله ومش هيورد على جنة.
طبعا ده كلام ملناش دعوة بيه. طبعا الكلام ده لو واحد سمعه وهو إيمانه ضعيف أو مش عارف الدين صح هيعتقد إن الراجل ده فعلا بيتكلم بجد، وساعتها هيسمع كلامه زي الألف، لا هيروح يمين ولا هيروح شمال. وعليه كون الحسن بن الصباح أتباع على استعداد إن هم يقتلوا نفسهم لو أمرهم بكده. طبعا لو أمرهم إن هم يقتلوا واحد تاني كلهم هيقولوا أنت أميرنا ولك علينا السمع والطاعة، زي ما التكفيريين المعاصرين بيقولوا، لأن زي ما قلنا كلهم زي بعض ونفس العقيدة الفاسدة المزيفة. طب يسكت بقى الصباح على كده؟ لا طبعا. اللي بيركبوا الشيطان ويبدأ يسوقوا كالأنعام أعزكم الله استحالة يقدر إن هو يوقفه عند حده بأي شكل. بدأ الحسن بن الصباح إنه يتجه بكل قوته هو وأفراده للبلاد المجاورة لنشر أفكاره والدعوة للانضمام ليه، وبالفعل بسبب التوسع ده قدر إنه يسيطر على مناطق كتيرة جدا بفضل رجاله اللي اتدربوا على أعلى مستوى من القتال واللياقة البدنية. وبالمناسبة يعني مش للدرجة اللي بينوها في اللعبة دي نهائيا، مفيش التمكن التام من حركات الباركور والحركات دي نهائيا خالص. اللعبة دي ما كانتش طلعت ايامها اساسا. وتعال نشوف بقى هو عمل ايه بالظبط بعد التوسع ده، وايه حكاية قلعة الموت واللي هو قدر انه يسيطر عليها، وازاي بدأت عمليات الاغتيال. صدق أو لا تصدق إن أول واحد أمر الحسن بن الصباح بقتله كان مؤذن أحد المساجد رفض دعوته، وبدأ يقول للناس إن الراجل ده مخادع وغلط هو وجماعته، واللي طبعا ده كان هيضر مصلحة الحسن تماما. وبعدها سلطة الحسن وصلت لقلعة في الجبل اسمها قلعة الموت، واللي معناها تعليم النسر، ودي كانت مكان بيستخدم لتدريب الجوارح في العصور القديمة. بناها أحد الملوك علشان يدرب الطيور الجارحة بتاعته على الصيد. وهنا الشيطان بدأ يلعب في دماغه للمرة التانية ويقول له كمل وزود، وبدأ يسيطر على بعض القلاع الجبلية في المنطقة دي بحيث انه عايز يعمل دولة جوه الدولة، زي كده الحكاية اللي هزت مصر في اوائل الالفينات وهي قضية عزت حنفي اللي منع القطر انه يمر في بلده. بعد ما الصباح سيطر على القلاع دي بدأ يستهدف من خلالها انه يعمل عمليات اغتيال، واللي هنا كانت البداية الفعلية لحركة الحشاشين. تخيل معايا كده كل اللي فات ده والحركة لسه ما بدأتش اصلا، واللي فيها اشتهر الحسن الصباح هو واتباعه انهم ناس مغتالة مش مجرد قتلة والسلام. طب ثواني كده، هو ايه الفرق ما بين القتل وما بين الاغتيال؟ ببساطة شديدة الاغتيال معناها القتل بغدر، يعني مش هواجهك راجل لراجل واللي يقدر على التاني، انا هسهيك وهقتلك وانت مش واخد بالك. والحشاشين سياستهم في الاغتيال كانت قايمة على حاجتين: القضاء على كل معارض ليهم زي ما عملوا مع المؤذن المسكين ده، هو وأي عالم دين تاني يبدأ يقول إن هم غلط، وده لأن هم عارفين إن هو ده الخطر الحقيقي اللي عليهم. وأي عالم يحط تعارض مع أفكارهم ساعتها كانوا بيحطوه تحت بند الاغتيالات. والحاجة التانية بقى اللي هي الإرهاب، واللي معناه تخويف الناس عشان محدش يخرج عن طوعهم، لأن الإرهاب في تعريفه هو إن أنا طائفة بخوفك وحربك باعتبارك طائفة بغرض فرض أفكاري عليك وبغرض فرض سيطرتي ومنعك من ممارستك لحياتك العادية وتعمل اللي انت عايزه فيها. وده اللي خلى الوزير السلجوقي نظام الملك عرف انه علشان يخلص من النوعية دي لازم يربي أجيال على خلاف أفكار الحشاشين، يعني يزرع القيم الصحيحة وسط الناس عشان ما يبقاش في مجال للأفكار المتعفنة دي. وده اللي التنظيمات الصهيونية بالتعاون مع المخابرات الأجنبية بتحاول تعمله جوه المجتمع الإسلامي، إنهم ينشروا الجهل والغباء التفاهة والمجون والفساد عشان ما يبقاش في فرصة ان محدش يعمل اللي هم عايزينه. وعليه قدروا ان هم يزرعوا جوانا افكار وحاجات لا يمكن ان احنا كنا زمان نعملها. وانتظروا الحلقة الجاية اللي هنفضح فيها كل مخططات الصهيونية حرفيا، ونفضح فيها كل شبكات العلاقات بينهم وبين الدول المتعاونة معاهم، وايه حكاية التعبان الصهيوني اللي بيهدد امريكا دلوقتي. نرجع بقى لموضوعنا. بدأ الوزير يعمل مدارس بتعلم الطلاب المذهب الصحيح وازاي يردوا على الحشاشين، واللي من أبرز أساتذة المدارس دي هو الإمام أبو حامد الغزالي. وبعدها حط الحسن الوزير نظام الملك في قائمة الاغتيالات الخاصة بيه زيه زي غيره من الناس اللي عرضت الصباح، عن طريق انه بعت مجموعة من رجاله متلبسين بلباس الصوفية واوقفهم موكب الوزير على اساس ان هم هيسألوه على حاجة، وفي لمح البصر اخرج واحد منهم خنجر وقتل الوزير، واللي بعد البحث اتأكدوا ان ده واحد من مجموعات الحشاشين. وده هيرجعنا لتعريف الارهاب اللي لسه قايلينه من شوية: تخويف الناس عشان محدش يعمل حاجة عكس اللي هم عايزينها. وده كان السبب ان الحشاشين دايما جرائمهم كانت على الملأ قدام الناس كلها عشان يضمنوا ان اللي هم عايزينه يحصل،
زي كده الجماعات الحديثة اما بيستهدفوا مبنى او مكان هتلاقيهم دايما بيستهدموه في عز النهار عشان الكل يبقى شايفه، ولو بيستهدفوا كمين مثلا لازم يصوروه علشان الكل يشوف اللي بيحصل. حاجة طبعا تدل على الخسة والندالة، يعني مفيش بعد كده. وبالمناسبة دول بالظبط الحشاشين كانوا بيستهدفوا الناس وهم في جماعات، منهم المؤذن اللي قلنا عليه اللي استهدفوه وقت خروجه من صلاة الفجر من الجامع وقتلوه وسط كل الناس اللي كانوا واقفين معاه. زي ما التكفيريين هجموا على مسجد الروضة في شمال سيناء سنة 2017 واللي أسفر عن وفاة 305 مواطن منهم 27 طفل، وفي الآخر بيقولك إن إحنا بنطبق شرع الله. الحقيقة أنا مش عارف فين شرع الله في قتل أطفال وقتل ناس بتصلي، سواء كنتم انتم أو الناس اللي بره اللي بيقتلوا أطفال وستات ملهمش أي ذنب وبيقولك إحنا بنسعى للسلام. نرجع بقى لموضوعنا. كل اللي عمل الحشاشين كان عشان يوصلوا فكرة صغيرة للناس، هي إنك لو عرضتنا مهما كنت قوي ومحمي هنقدر نوصلك، وده بفضل قدرتهم العالية على التخفي. واللي اختص الصباح في العمليات دي بمجموعة من رجالته سماهم الفداوية، اللي اتحرفت لبعدين وبقت الفدائيين، وللأسف بالفعل قدروا ان هم يوصلوا الفكرة دي للناس. علشان كده كان اي حد بيغيب عنهم بفترة قليلة كده في الليل يقولك الحشاشين اكيد قتلوه حتى يثبت العكس. تعال بقى اقولك ازاي هم او غيرهم من المتطرفين بيقدروا يجندوا الناس ويمسحوا عقولهم تماما. والحقيقة ده كان سؤال بيلح عليا جدا وانا صغير، ولغاية ما عرفت الحاجات دي جوه سكريبت الحلقة. حط نفسك كده مكان الحسن بن الصباح او مكان واحد من اللي قاموا المذهب ده من بعده. انا دلوقتي الحسن بن الصباح اهو، وعايز واحد يكون مطيع ليا وخادم كويس لدرجة انه يبقى ما عندهوش مانع يقتل بدم بارد لمجرد اني امرت بكده، حتى وهو عارف انه ممكن يتقتل من بعدها. بص يا سيدي، انا وقت ما هاجي اختار واحد زي ده اكيد مش هاخد واحد متعلم متفتح مثقف فاهم واعي نابغ راشد، اكيد مش هاخد واحد زي ده لانه استحالة يوافق حتى لو اقنعته بكل حجج البطلة دي. بالبلدي كده انا عاوز واحد دماغه عجينة طرية اعرف اشكلها، عجينة تتشكل في نار الخسة والندالة والجبن بإيد الشيطان الأعظم الحسن بن الصباح وأعوانه. فأكيد هعوز واحد جاهل وفي نفس الوقت عنده حماس عالي جدا وعواطفه وانفعالاته سابقين لعقله، وعنده أحد أحاسيس النقص. يعني مش شرط إنه يكون فقير، المهم إنه يكون حاسس إن في حاجة ناقصاه، سواء بقى كان حب الناس أو حب الجنس الآخر ليه أو مستواه الاجتماعي أو المادي. المهم إنه يكون عنده حاجة جواه محسساه إنه أقل من الناس، عامله له فراغ وانت هتملاه بأفكارك. وأهم حاجة بقى إنه لازم يكون مليء الغضب والسخط على كل حاجة حواليه، من وطن لبيت لأسرة، عشان يكون من السهل عليك إنك تعزله عن الوطن ده وتخليه طوع كامل ليك. ولو قلت له روح اقتل أبوك وأمك لأن هم كفار هيعمل كده فعلا، وكمان وهو ضميره مرتاح. واظن اننا شفنا حالات كتيرة جدا لتكفيريين قتلوا اصحابهم وجيرانهم وزملائهم في العمل، منهم مثلا خيرت السبكي وحنفي جمال اللي قتلوا جنود موقعة البرص، بما فيهم امير شهداء ارض سيناء الشهيد احمد صبر المنسي. اهم دول كانوا في يوم من الايام ضباط، وحلفوا نفس اليمين اللي حلفوا الضباط والناس اللي ماتوا دول ان هم يحموا الوطن. ونكمل ونقول ان من اهم الصفات انه لازم يكون متطبعين بطبع الخسة والندالة في الخصومة، يعني انا عكسك تبقى انت عدوي. زي اي حد ممكن انه ينسى 10 سنين بينك وما بينه لمجرد خلاف بسيط. واهم حاجة بقى حرفيا انه يكون مغرور بنفسه لدرجة انه ما يعترفش بالخطأ. وقبل ما نكمل عايزك ترجع الفيديو تاني وتمعن النظر في المطالب اللي هم عاوزينها واللي بينشروها ما بين الطلبة والناس دلوقتي تحديدا. هتلاقيها نسخة طبق الأصل من اللي بيحصل معانا، وكل دي مخططات شيطانية بإيدين خسيسة من البشر بتهدف لضياع الشباب وتفكيك الهوية والإنسانية تماما. عشان بدل ما نقعد ندور وسط مليون واحد شريف على واحد خسيس، لا، الكل بقى أخساء وإحنا ندور براحتنا. فنصيحة مني ليك يا صديقي وأنا بقولها لك والله العظيم من قلبي، بلاش توصلهم للي هم عايزينه، ما تفرحش الشيطان وأعوانه فيك. ولو حابب تقرا بنفسك عن البعد النفسي للتكفيريين أرشح لك كتاب الإرهابي شهوة الدم ولغز الانتحار للكاتب ماجد موريس، واللي ده من وجهة نظري هو أفضل كتاب اتألف عن سيكولوجية الإرهابيين والبعد النفسي الخاص بيهم. بس قبل ما تقرا تعالى أقولك إيه أصل كلمة الحشاشين. الحقيقة إن مفيش أصل ثابت متفق عليه لتسمية جماعة الحشاشين بالاسم ده. فمثلا
في اللي قال ان هم كانوا بيوصفوا اي واحد يعارض الجماعة دي بانه متناول او متعاطي لنبات الحشيش، وناس تانية قالوا ان اول منطقة احتلها الصباح واعوانه وفرضوا سيطرتهم عليها كان اهلها زارعين ومتعاطين لنبات الحشيش، وده اللي خلى الجماعة رغم ضعفها في الوقت ده لانها كانت لسه بادئة يقدروا يسيطروا على المنطقة دي بمنتهى السهولة. ناس غيرهم قالوا ان وقت حصار السلاجقة للحسن واعوانه اضطروا ان هم ياكلوا حشائش الجبال زيهم زي الخراف والماعز عشان يقدروا يعيشوا. وفي اللي قال ان الفدوية اللي قلنا عليهم واللي هم مسؤولين عن الاغتيالات كانوا بيتعاطوا نبات الحشيش قبل كل عملية عشان يعني يبقى قلبهم ميت وما يحسوش باللي هيحصل فيهم لو اتمسك. والاكثر اثارة بقى اللي هيبين لنا قد ايه الحسن الصباح ده كان راجل كذاب وافاق هي الحاجة اللي نقلها للرحالة الفرنسي ماركو بولو، وهي إن داخل أحد القلاع الخاصة بالحسن واللي ما كانش حد يعرف مكانها غيره هو وعشر أفراد من جماعته بس، كان عاملها على منطقة شلالات جميلة جدا وجايب فيها جواري جمال وأكل وشرب وأنهار صناعية من اللبن والعسل والخمر على أساس يعني إنه يقلد الجنة اللي ربنا وصفها لنا في القرآن الكريم. وكان أي فدائي جديد ينضم ليه يشربوا نبات الحشيش لحد ما يغيب عن الوعي وياخده يدخله القلعة دي ويقول له ان ربنا اختصه بجنة على الارض عشان يخليه يسمع كلامه. وده يفسر الكلمة اللي قالها كريم عبد العزيز في اعلان المسلسل: في طيران اسرع من البرق من روحك للجنة وانا صاحب مفتاح الجنة. واول ما الفدائي يقتنع بالكلام ده بناء على انطباع الشخصية اللي قلناها واللي عليها اختاروا الصباح اصلا، يبدأ يشربوا نبات الحشيش تاني عشان يعرف يخرجه من الجنة الصناعية دي، ويقول له لو عايزني ادخلك جنتي تاني اعمل كذا واتدرب على كذا، واخيرا اقتل فلان، ولو رجعت هرجعك للجنة تاني تنبسط شوية وهخرجك منها برضه، ولو مت هناك هتدخلها للأبد. وطبعا بعد اللي شافه ده هيعمل أي حاجة في سبيل إنه يرجع للمكان ده تاني، لدرجة إن من كتر ما كانوا متحمسين وبدأوا يعملوا العمليات في مناطق مسيطر عليها ناس أوروبيين غير ناطقين بالعربية ولا الأعجمية، انتقل للناس كلمة الحشاشين دي محرفة أساسين، واللي اتحرفت تاني بقت أساسن ومعناها القتل بالاغتيال مش قاتل عادي زي ما قلنا. شوف لدرجة ايه بقى اسمهم بقى معناه القاتل بالغدر. وفي الفرنسية برضو نفس الكلمة بس اختلاف النطق، هنا أساسن هنا أساسان، هنا اسيسينيشن هنا اسيساناسيو، ومن هنا بقى مربوط اسم الحشاشين بالقتل والموت. وبالرغم من انتشار اسم الحشاشين عليهم إلا أنهم كان ليهم أسماء تانية زي النزارية وقلنا ليه، والملحدين ومش محتاجين نفسر اتسموا كده ليه، والباطنية ودي معناها إن كل شيء في الدين الإسلامي له وجهين، وجه ظاهر وده اللي كل الناس عارفينه، وجزء باطني الصباح وأعوانه بس هم اللي عارفينه. وبالمناسبة يعني صلاح الدين وقف قدام الحركة دي عشان يمنع الاسم ده تحديدا وتصف المعركة ضدهم، وتفاصيل المعركة كاملة هنذكرها في حلقة صلاح الدين واللي جاري إعدادها واللي بالمناسبة هتكون من أحب الحلقات لقلبي. نرجع بقى لموضوعنا، تعالى بقى أعرفك إزاي تم فتح مخططاتهم دي وإزاي بدأ البساط ينسحب من تحتيهم. أول مسمار تم دقه في نعش الحشاشين كان على إيد الإمام أبو حامد الغزالي اللي ألف كتاب اسمه فضائح الباطنية، وفيه جمع كل الأساليب اللي بيستخدمها الصباح عشان يقنع الناس الجهلاء بأفكاره، وكل حاجة كان بيقولها كان بيكدبها الإمام بالقرآن وبالسنة. ودي كانت النواة اللي استخدمتها الأجهزة الأمنية حاليا في إنها تختار ناس تكون مهمتها هي تحليل الفكر التطرفي وإيجاد ما يكذب هذا الفكر بالتعاون مع علماء الدين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والفلاسفة وأي حد يكون قادر إنه يضعف الفكر ده، إلى جانب القتال المسلح واللي هي شغلة الجنود المدربين. تاني حاجة بقى ضعفت الحركة دي هي إن بعد موت الحسن الصباح بفترة انقسمت الحشاشين لحشاشين الشام وحشاشين إيران، واللي استغلوا الفوضى اللي حاصلة بين السلاجقة وبين الدول المجاورة ليهم لتنفيذ أغراض دنيئة. وهنا ظهروا على حقيقتهم قدام العالم كله إنهم مجرد ناس وضيعة بتهدف لأغراض شخصية. لكن اللي ضعف الحركة دي بقى فعلا هو إن أثناء تنفيذ أحد الفداوية للعمليات اكتشف بالصدفة القلعة اللي كان الصباح بيوهم الناس إنها الجنة، وعرف كل اللي معاه بالموال ده، بس طبعا لأنهم زي بعض الناس دلوقتي هاجموه وقتلوه لمجرد انه بيهاجم اميرهم واللي كان ناقص شوية ويعبدوه والعياذ بالله. واخر حاجة ضعفتهم بقى هي انهم وقت الحروب الصليبية اتحالفوا مع الصليبيين ضد صلاح الدين وحاولوا يقتلوه كذا مرة ومعرفوش، وده خلى الصليبيين يزعلوا منهم فقلبوا عليهم هم كمان وقتلوا قيادين منهم كمان. وده خلى كتير من الحشاشين يفكروا اللحظة
انا ازاي كنت بحارب واحد النهارده وانا امبارح كنت بحارب معاه؟ يبقى اكيد في حاجة غلط. وصدق او لا تصدق بقى ان الحسنة الوحيدة في حياة جنكيز خان هو ان ربنا كتب انه يكون نهاية الفئة الضالة دي على ايده، وده اللي هنعرفه في اخر فصل معانا النهاردة. قدر جنكيز خان ورجالته يحاصروا قلعة ألموت ويقتلوا كل القادة والمحاربين اللي كانوا فيها، وحرقوا كل الكتب الخاصة بيهم ما عدا كتاب واحد هو مكتوب عليه سيرة الحسن بن الصباح أو سيرة سيدنا زي ما كانوا بيقولوا، واللي منها عرف العالم كله المعلومات اللي بعد بحثنا قلناها لحضراتكم النهاردة، واللي فيها سمح جنكيز خان للمؤرخ الخاص بيه إنه يستخدم السيرة دي ويعرف الناس بكل حاجة خاصة بالطائفة دي، عشان يعني يقول للعالم شوفوا أقوى المقاتلين اللي رعبوا العالم كله ما قدروش يقفوا قدامنا. ولكن زي ما قلنا إن الحشاشين كان ليهم جزء تاني في الشام، وكان ليهم قلعة وخاصين بيها برضه، وهناك فضلت مصدر قلق للأيوبيين واللي من بعدهم المماليك، واللي سبحان الله برضو اللي قدر انه يوقفهم هو واحد خاين زيهم، وهو ركن الدين بيبرس البندقداري. ايوه يا صديقي، بيبرس صاحب قطز او محمود زي ما جه في فيلم واسلاماه، اللي ما قالوش برضو ان بيبرس هو اللي قتل قطز وهم راجعين من حربهم ضد التتار. وانتظر حلقة قطز دي وهتفهم كل حاجة. واللي بعدها فضل شوية منهم عايشين كطائفة دينية هادئة ملهاش علاقة بالسياسة نهائيا، لحد ما انتهوا تماما سنة 1516 في بداية الحكم العثماني للشام، وبعدها لم يسمع أحد بالحشاشين حتى الآن. قد يكون الحشاشين انتهوا كجماعة، ولكن أفكارهم لسه موجودة زي ما عرضنا لحضراتكم التشابه الكبير بينهم وما بين الطوائف الإرهابية الحالية. في النهاية حابين نقول إن لكل بداية نهاية، وإن شاء الله نهاية التابعين ليهم من صهاينة وتكفيريين تكون قريبة جدا، وكده نكون عملنا اللي علينا وعرفناك كل حاجة عن الطائفة دي، عشان في رمضان إن شاء الله ما تشوف المسلسل تعرف إن كانوا بيضحكوا عليك ولا لأ. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل الجرس، وتقول لنا تحب نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية. نشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.